السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد حال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الكبير، عيد الاضحى المبارك. عاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا في اسعد حال ويجي الايام كلها عليكم بخير وسعادة وهنا. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ الاكل بتاعنا الجميل ده معايا كده ايه، خليكم معايا، اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حته. هنا حطينا بقى ميه على الشوربه، طبعا معانا لحمه وبط وحاجات من الحلوه دي. على الدكر البط هنا حطينا بقى ايه، ميه، الشوربه بتاعتنا حطينا فيها طماطمايه وبصلايه، وحطينا ورق لوري وحبهان وشويه من الفلفل الاسود، وسيبناهم يعيشوا حياتهم ايه مع الدكر البط بتاعنا. ماشي يا حبايب قلبي. وهنا بقى الكفته هنديها تحميره حلوه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. خليكم معايا، اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حتة. اهم حاجة تحط اللايك والمنت حلو ويفتح النفس. ربنا يسعد قلوبكم ويفتح نفسكم على كل حاجة يا رب. ماشي يا حبايب قلبي، خليكم معايا دايما وادعموني بالله عليكم، بالله عليكم عايزة الدعم منكم. كل سنة وانتم طيبين. ماشي يا حبايبي، خليكم معايا دايما. وجودكم معايا بيسعدني، والمشاهدات بتاعتكم بتسعدني، وكومنت حلو كده بيسعدني لما تخشولي كده. هنا حمرنا الكفتة زي ما انتوا شايفين كده، ونزلنا بالطرحة التانية كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. اهم حاجة ان انتي تكوني سعيدة في اليوم ده، وتكوني مفيش اي حاجة منكدة عليكي ولا مزهقاكي ولا مزعلاكي. وطبعا تدعي لولادك وتدعي لاخواتك وتدعي لحبايبك وتدعي لزوجك وتدعي للدنيا كلها ان ربنا ما يدخلش لحد غم يا رب ابدا يا رب، ويصبر كل من كان على ما ابتلى. وربنا يا رب يكرمنا كلنا جميعا بالصحة والستر والسعادة. ربنا يسعد قلوبكم. الشوربة بتاعتنا هنا رايقة، الدكر البط لا عامل ريم ولا عامل اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده، اقسم بالله عشان مغسول حلو ومنقوح حلو ونضيف جدا جدا جدا. ماشي يا حبايب قلبي، لازم اغسل الزفر كويس قوي، واحطه في ليمون وخل وملح وحاجات حلوة كده هتخلي ريحته حلوة وتطيع اي زفرة منه. هنا بقى جينا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل اللحمة المفرومة بتاعة الجلاش. هنعمل بقى صينية جلاش معاكم كده حلوة. هنعمل بقى اللحمة المفرومة. انا حطيت بقى ايه، معلقتين من السمنة البلدي كده، ما كترتش عشان طبعا اللحمة فيها دهون. ماشي يا حبايبي. ونزلت كده باللحمة على البصل، على البصلة بتاعتنا، ضربناها في الكبة كده، لا هي خشنة ولا هي ناعمة. ونزلنا بقرن فلفل أحمر وقرن فلفل ايه أخضر زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. ونزلنا بالبهارات بتاعتنا بقى، حبة من الفلفل الأسود وشوية من الكمون، ونص معلقة كده من الكزبرة، ومعلقة من البهارات المشكلة، معلقة صغيرة من البهارات المشكلة. أي توابل انت بتحبيها في الأكل بتاعك حطها، مفيش أي منع عندنا. ماشي يا حبايبي. هندي بقى اللحمه بتاعتنا تشويحه كده، وهننزل عليها بالطماطمايه. الطماطمتين دول بقى يا حبايبي بيعملوا تيست حلو قوي في اللحمه المفرومه، وبيعملوا طعم جميل جدا فيها. ولو عندك معلقه صلصه بوريه حطيها، لكن انا ما عنديش صلصه، اكتفيت وحطيت نص كوبايه من الميه على العصاج بتاعنا كده. بتخلي لازم ان اللحمه تستوي، ولازم الطماطم تستوي معانا، والعصاج يبقى معانا كده إيه حلو كده. هنا بقى حطينا معلقه من الزيت ومعلقتين من السمنه البلدي كده. وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشوح اللحمه اللي احنا هنحطها في الرز. هنعمل رز معمر يا جماعه، هنعمل رز معمر معايا، خليكم معايا. هنا بقى نزلنا كده باللحمه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده يا حبيبه قلبي، بس اهم حاجه سخن الطاسه حلو عشان اللحمه ما تلزقش منك. ونزلنا هنا بقى حبه من الفلفل الاسود، طبعا بيدي ريحه بقى وطعم فظيع لما بتنزلي بيه وانت بتشوحي اللحمه بتاعتك كده. انا هفضل بقى اشوح في اللحمه بتاعتي لما اللحمه بتاعتي تحمر زي ما تكوني محمراها عشان تاكليها، يعني تكون محمراها كده مسلوقه ومتحمره. انا عايزاها تحميره حلوه كده. ماشي يا حبايبي. هفضل اقلب بس فيها كده واديها ايه تشويحه كده زي ما انتوا شايفين لغايه ما تحمر معايا وتديني اللون المطلوب. ماشي يا حبايبي. هنا اللحمه كانت احمرت معايا، بس لسه برضو ده مش اللون اللي انا عايزاها. ايوه شايفين بقى، بصوا اللون الحلو ده عشان تطلع من الرز كده بقى زي الزبده كده وايه ولونها حلو.
هننزل بقى بكوبايتين من الميه. انا حطيت كوبايه كمان غير اللي انا حطيتها دي يا جماعه، عشان طبعا اسوي اللحمه بتاعتي لو هي كبيره في السن لازم احط لها ميه لغايه ما تستوي خالص. اسيبها بس عايزه غلوه كده ولا حاجه يا دوبك تطيب في الرز، لان انتوا عارفين طبعا هنا حتتين اللحمه دول انا عملتهم مسلوقين كده عشان اعمل ايه، شوربه منهم. ماشي يا حبايبي. هنا بقى البصله بتاعتنا سايبه اللحمه بقى ايه، حطيت لها كوبايتين من الميه زي ما اتفقنا، ولو عايزه ميه تاني ولقيتها لسه برضو ما استوتش هحط لها كمان ميه. هنا بقى نزلنا حمرنا البصليه كده للكفته عشان نعمل الكفته، نعمل الصلصه بتاعه الكفته. ونزلنا بحبه من الفلفل الاسود برضو، حبه من الكزبره، وشويه من الكمون، ونص معلقه كده حلوه من الملح. هنسيب بقى ايه الصلصه بتاعتنا تفك زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، ما بتاخدش 5 دقايق وبتفك على النار. الصلصه طبعا انتوا عارفين ان احنا بنعمل الصلصه على طول معانا. هنا بعد ما اتسبكت نزلت بحبه كده من الميه زي ما انتوا شايفين وسبتها تغلي، وبعدين نزلت بالكفته. سبت بقى الكفته تعيش حياتها كده تستوي بقى، وحطيت لها بهاراتها وحاجتها وسبتها تستوي. هنا بقى اللحمه بصوا كانت استوت وكانت ادتني اللون المطلوب، وكانت تمام التمام التمام. عايزه بصوا تكه واحده بس وتستوي. طبعا هتروح زبده بقى كده في الرز. ماشي يا حبايبي. هنا بقى الرز بتاعنا غسلناه ونزلنا بحبه من الفلفل الاسود كده وقلبناهم كلك في بعض، وبعدين هننزل بقى باللحمه بتاعتنا. اهم حاجه الرز اللي فوقاني يبقى اكتر من التحتاني. وهننزل بقى بمعلقه كده حلوه من السمنه البلدي، وهنحط اللحمه بتاعتنا المتحمره الجميله دي المستويه حلوه قوي. ماشي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. وهننزل بقى بكميه الرز اللي فاضل. هنغطي اللحمه، اهم حاجه نغطي اللحمه علشان ما تتحرقش منك والشاي يتحرق منك في الفرن. لو اللحمه عايمه كده على الوش هتتحرق منك. هتجيبي بقى سبوتله ولا اي حاجه زي ما انا حطيت كده، وهتنزلي بقى باللبن بتاعك كده، وتحطي بقى معلقه كده حلوه من الملح، ده ملح الرز بتاعك يعني. ماشي يا حبايب قلبي. هنا كده هنعمل كمان صينيه هنحط برضو فيها شويه من اللحمه. اهم حاجه نبهر الاول بالفلفل الاسود كده ونقلبه. ماشي يا حبايبي خليكم معايا، كل سنه وانتم طيبين. لو وصلت لحد كده بقى حط لي كومنت حلو بالله عليكم، ما تنسيني في اللايك والاشتراك لو اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد سهل وبسيط. ماشي يا حبايب قلبي. هنا برضه هننزل كده بمعلقتين، طبعا دي ايه لازم نديها كميه حلوه من السمنه علشان دي صينيه كبيره. ماشي يا حبايبي. وهنزل برضه باللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. آه آه بصوا بقى انا هحط بقى ايه البهاريز اللي نازله كلها من اللحمه، لان بتدي طعم لحمه، بتدي طعم اللحمه حلو قوي، طعم الرز تخلوا الرز فظيع يا جماعه. ونزلنا هنا بكميه الرز اللي فاضله زي ما انتم شايفين. انا لما بلاقي اللحمه عايمه كده او باينه بتك عليها كده بالمعلقه علشان تغطس تحت واغطيها، احاول ان انا اغطي ايه اللحمه بتاعتي. هنزل برضو بكميه اللبن بتاعتنا على وش الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. انا هحط برضو كده بس هي ايه اللبن متلج معانا هيفك على طول في الفرن يا جماعه، ما تقلقوش خالص. ماشي يا حبايب قلبي. طبعا اللبن كان في الفريزر عندنا وايه وما فكش كله يعني. كده بقى هننزل بقى ايه بشويه من الملح برضو على الرز بتاعنا كده، نملح الرز بتاعنا يا جماعه. هنحط له معلقه حلوه كبيره كده من الملح. ماشي. وهنروح ندخله الفرن ونرجع لكم تاني شوف هنعمل ايه. حطيت الرز بقى في الفرن وجيت بقى اعمل معاكم ايه الجلاش. ماشي يا حبايب قلبي. الجلاش بتاعنا النهارده بيتقطع مني كده، مش عارفه هو نوعه مش حلو ولا ايه يا جماعه. فالمهم انا مش هجيب النوع ده بعد كده لانه مش مستحمل بصراحه يعني، مع ان انا مغطياه عشان ما ينشفش واي حاجه. المهم يعني لو ورقه اتقطع منك ولا حاجه مفيش اي مشكله. هتنزلي بقى وتخليه مدلدل منه الحروف كده علشان لما تحطي العصاج بتاعك ما يقعش من الحروف كده، ويبقى معاكي الحشو مظبوطه تمام. هتحطي دهني بقى دهنه كده من السمنه زي ما انت شايفه كده، انا مسيحه معلقتين سمنه على معلقه زيت. ماشي يا حبايبي. عايزه تعملي بسمنه بس اعملي، عايزه تعملي بزيت بس اعملي، دي حريه. ونزلنا بقى هنا ايه بعد ما حطيت نص لفه الجلاش كده زي ما انتم شايفين، نزلت بالعصاج بتاعنا. شايفين لونه، شايفين حلو ازاي وطعمه والله خطير يا جماعه. ونزلت بقى بقيت ايه كل الكميه دي يا جماعه نص كيلو من اللحم، نص كيلو من اللحمه المفروم. ماشي يا حبايبي. هنزل هسويها كده حلو على الجلاش بتاعنا. وهنزل بقى ايه
بالحروف بقى كده على الوش كده زي ما انتوا شايفين، يعني احبش عليه كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هنا بقى كده الحشوه ما تقعش منك من الجناب، وهتدهني برضو دهن كده من الزيت او من السمنه، وهتنزلي برضو ببقيه الجلاش، وهتمسكي برضو ايه تتني الحرف كده جوه كده زي ما انت شايفه كده، وتدوريه كده اهو. تدهني برضو دهن كده من السمنه، وبعد كده هتحطي الورقتين التانيين، حطي ورقتين ورقتين، ما تحطيش ورقه، الورقه بتبقى خفيفه جدا. انا بحط ورقتين ورقتين. ماشي يا حبايب قلبي، خليكم معايا، واقعدوا تغيروا المحطه بقى ولا تروحوا في اي حته. وهتنزلي برضو بدهن كده ايه من السمنه، كل رقه هتحطي ايه دهن من السمنه، هتدهني دهن من السمنه علشان يبقى مورق معاكي ويبقى حلو قوي. ماشي يا حبايب قلبي، هتحبشي كده زي ما انت شايفه كده، وتنزلي بقى تغطي الوش ده بورقه ايه سليمه كده شويه. ماشي يا حبايبي اهو، خليكم معايا، اوعوا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته. بس كده تمام التمام. كده خدنا بقى ايه الكميه اللي احنا عايزينها. هنشيل بقى الجلاش بتاعنا، هنلفه كده ونحطه ايه في التلاجة علشان ما ينشفش مننا. هنيجي هنا نقطع الجلاش، تقطيعة الجلاش بقى اللي انت عايزاها قطعيه. تحب قطع صغيرة خالص قطعيه، تحب قطع كبيرة زي ما انا بحبها كده وسط يعني، قطعي زي ما انت عايزة. التقطيع ده حرية، بس اهم حاجة لازم يتقطع قبل ما يستوي زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. لازم يتقطع قبل ما يستوي عشان ما يتفرفتش منك، لو طيبتيه يتفرفت منك وقطعتيها يتفرفت منك. كده بيتقطع كده ايه على البارد. هنا جبت معلقه كوبايه كده من الشوربه ونص كوبايه من اللبن، وهنزل ببضايه عليهم يا جماعه. بصوا بقى البيض والشوربه بقى بيخلي واللبن بيخلي الجلاش بتاعنا يروح في حته تانية. وحطيت رشه كده من الفلفل الاسود. ماشي يا حبايب قلبي، هضرب بس البيضه حلو كده بالشوكه زي ما انتوا شايفين، وهنزل بقى على وش الجلاش كده وهدخله الفرن. ماشي يا حبايب قلبي، اوعوا تغيروا المحطه بقى ولا تروحوا في اي حته. هنا بقى هندهن بالسمنه البلدي كده وش الدكر بتاعنا كده يا حبايبي، هندهنه من وشه ومن الجناب من كل ناحيه. هنا بقى بعد ما دخلنا الفرن، دخلنا الحاجه دي، انا جايبه الحاجه من عند الفرن كده بالصينيه دي زي ما انتوا شايفين كده. شايفين منظر الاكل بتاعنا تحفه ازاي؟ والله المنظر جميل جدا جدا، والشكل حلو قوي. مش عايزه اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي. هنا بقى الكفتة الجميلة بتاعتنا، شايفين لونها يا جماعة حلوة قوي قوي قوي. وهنا بقى ايه عملنا الحتتين اللحمة دول في شوربة كده زي ما انتوا شايفين. وهنا شوفوا الجلاش شكله عامل ازاي، وطعمه بقى ولا طعمه بقى حلو قوي يا جماعة، حلو قوي. اذا اكلنا النهاردة. كل سنة وانتوا طيبين، اول يوم العيد، العيد الكبير. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. يا رب يا رب يا رب كلنا كده نبقى سعداء، وربنا يدخل علينا العيد بفرحة. بشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.